سمعت قبل كده عن ناس بتقول لك ان الاسبرتام والسكر المصنع اللي هو في المشروبات الغازيه بيجيب لك كانسر؟ في حاجه لازم نتكلم عنها وهي مضادات الاكسده. اي عمليه حيويه بينتج عنها تفاعل كيميائي بيحصل عنها حاجه اسمها فري رادياليس، الشوارد الحره، حاجه شارده يعني حاجه مش طبيعيه، ما ينفعش ان هي تكون موجوده في جسمك. باختصار انت اي زيوت نباتيه بتاكلها، بتتعصب، ضغط، ستريس، اي حاجه من الحاجات دي بيبقى فيها حاجه اسمها مضادات اكسده. يعني دي حاجه مش اوبشن هي هتحصل، هي اساس ان هي هتحصل. الاكسده دي لما بتحصل في معدن ايه اللي بيحصل؟ بيصدي. طب لما بيحصل في جسمك ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها انجنج، شيخوخه، او ان هي اقصى درجات الاكسده هي الكانسر. عشان كده الاسبرتام والسكر المصنع بيمنع مضادات الاكسده ان هي تتفاعل، فهو بشكل غير مباشر بيعمل اكسده للجسم. عشان كده بيقول لك ان هو بيجيب لك كانسر. اتكلمنا في فيديو قبل كده ان فيتامين سي بيشغل فيتامين اي اللي هو اقوى مضادات الاكسده، واقوى مكمل تقدر انت تستخدمه لو انت يعني بتعاني من الموضوع ده هيبقى مكمل سيلينيوم اس. لو عايز نتكلم عن اكتر عن الموضوع ده اكتب لي في الكومنتات. الفيديو اللي جاي هنتكلم على الفيتامين اللي معظمنا ناقص فيه، واقول لك مصادر الاكل بتاعته وازاي تعالج المشكله دي. ما تنساش لو عجبك المحتوى بتاعي اعمل لي لايك وفولو عشان اقدر ان انا استمر واشوفك في الفيديو اللي جاي.